السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بفيديو جديد. قبل ما نبلش بالفيديو، انزل جوا الفيديو اضغط لايك واكتب لنا تعليق حلو. بالفيديو الجاي ان شاء الله راح نطلع التعليقات. الارانب طبعا قسم من عندهم صاير بيهم جرب، يعني رجع حالات جديدة عاد تصير عندي جرب. اللي كانوا عندي قبل ما مصابين، يعني كانت عندي الصفرة ما بيها جرب، كانت عندي البيضة اللي ولدت قبل فترة ما بيها جرب. حاليا شوية صاير عندهم جرب، بس أكثر شي صاير عندي الصفرة وبنتها الدنفشة. هذا عاد تشوفون هذه المنطقة. طبعا أنا عاد أعالجهم، مستمر معاهم بالعلاج. والشعر إذا تشوفون مرات الشعر يقع من أثر العلاج. هذا العلاج أعطيهم أنا كريم كبريت هم شوية قوي، فمرات يوقع الشعر مالهم. عندي هذه شوفوا الدنفشة والصفرة هم. إذا تشوفون الأقدام لما أخلي لهم كريم الكبريت هذا حاليا إذا تشوفون يعني زين تقريبا، بدأ الجلد يبين ماكو طبقات قشور فوق الجلد. فهذا الكريم الكبريت لما استخدمه مرات شوية يوقع الشعر مالهم. واليوم كانت عندي اوبر تحت الجلد، تذكرون بداية ما صار عندنا جرب استخدمتها، بس كانت قوية يعني بها اثار جانبية انه بالجلد يصير مكان الحقنة مثل هذه. اذا تشوفون هذه مكان الحقنة القديمة يعني. فقلت ما مشكلة طالما بالبداية جاب نتيجة العلاج اللي استخدمته. رجعت اليوم حقنتهم كلهم الارانب بهذا العلاج. اي واحد كان به اثر جرب رجعت حقنته مرة ثانية بالعلاج اللي حقنتهم اياه تحت الجلد. بالرغم من انه شوية قوي بس ما مشكلة، بس نتخلص من الجرب ان شاء الله. وهذه اماكن الولادة اللي سويناها بالفيديو السابق. طبعا مرات يدخلون ينامون مثل ما تشوفون. اريف هذول الارانب اريف كانت بالبداية عندها جرب يعني قوي بشكل، يعني الاقدام الامامية كانت عندها متآكلة لدرجة انه كانت ما تقدر تمشي، ومرات اذا تمشي ترفع واحدة من الاقدام. حاليا لا، اريف احسن الكل الحمد لله. باول حقنة ضربتها تحسنت يعني وما رجع عليها الجرب. بس اكو قسم منهم يعني كم واحد شوية بيهم بعد مستمرين بالعلاج ان شاء الله الى ان نقضي على الجرب بالكامل. هاي بيضة مع السمام. طبعا كان عندي الصندوق اللي موجود بهذا المكان فلشته واستخدمته بمكان الولادة استخدمته. فالسمان صاروا يبيضون بهذه الزاوية، السمان العادي. وبالنسبة للسمان الملكي لحد الآن ما باضوا عندي، يعني من يوم اللي قطعوا إلى حد الآن ما باضوا. وعندي خنزير الغيني الصفر بعتهم طبعا، لأن يوسخون بشكل يوسخون مثل ما قلت لكم، يعني يدمرون المكان. فهذا راح أخلي بيه هذول الزوج. وهذه عندي عندها بداية حمل، بطنها شوية عاد تكبر. خليها امسكها اتأكد من عندها. طبعا مسكتها شفت بطنها شوية أكبر عن قبل، يعني عندها بداية حمل. هذه إن شاء الله بعد فترة وتولد. وعندي الطيور، طيور الحب طبعا بعتهم البارحة لأن صاروا يسوون مشاكل. يعني الفناجس يلمون داخل الأعشاش، يلمون عشب، ويجي طير الحب ياخذ العشب كله يزته برا. فمن بعتهم البارحة حتى الحمام الملكي هاليوم بدوا يلمون عش. فالظاهر حتى الحمام الملكي ما كان مرتاح من وراهم. بس ان شاء الله راح اجيب زوجين افضل من اللي كانوا عندي، لان اعرف كثير اشخاص يحبون البادجي. فراح اجيب زوجين بعد اسبوع ان شاء الله. اجيب زوجين بعد افضل من اللي كانوا عندي، بس راح اخلي لهم قفص هالمرة. اشتري لهم قفص، اثبت لهم قفص بهذا المكان واخليهم بقفص حتى لا ياذون باقي الطيور او يخربون الاعشاش مال باقي الطيور. والفناجس عندي الطيرتين اليوم كانوا هم يلمون عش يكملون الاعشاش مالهم. والذكور عندي واحد منهم انهزم، ما اعرف شلون طالع يعني. بس بقت عندي هذه الفتحات اللي تكون بالنهايه مال تشينكو، هذه السواقي. ما عندي بس هذه المنافذ بقت داخل المحميه. وهذه اذا تشوفونها اليوم سديت قسم من عندها، بعدين ان شاء الله راح اسدها كلها. ما كنت متوقع يطلعون من هذه، لان التشينكو بالنهار يصير حار بشكل يعني واحد ما يقدر يتقرب على المكان من شدة الحرارة. بس الظاهر ما اعرف الفجر الظاهر طالع، يعني الصبح جيت ما شفت الذكر موجود، واحد منهم طالع. الظاهر طلع من هذه المكانات. عندي هذه وعندي هناك بالبداية هم، وهذه النهاية هم. هاي 3 مكانات من فوق اكو فتحات صغيرة بالتشينكو، راح اسدها ان شاء الله كلها حتى بعد ما يطلع عندي اي واحد. طبعا ما يقدر يطلع من عندها بس الفنجس لان حجمه صغير مثل ما تعرفون. واشتريت هذول البارحة، هذول الفيشر. طبعا اكثر شيء يعجبني اللون الاخضر، بالرغم من انه اكثر الناس يعني يرغبون اللون الاصفر، بس انا اشوف اللون الاخضر احلى من كل الالوان.
فجبت اللون الاخضر، وان شاء الله كل فترة راح اجيب لون الى ان اجيب كل الالوان مالهم. يعني الفيشر اشوفه احلى من الروز، اذا تشوفون شكلهم ما شاء الله حلو حيل ومميز عن طيور الروز. فهذول راح اسد هذه ان شاء الله، اخلي فتحة بالاسفل الارانب واسد الباقي، واخلي لهم اغصان واخلي لهم اعشاش واحصرهم بهذه المنطقة، اخليهم معزولين وحدهم. كل فترة ان شاء الله اجيب زوج الى ان اجيب كل الالوان واحصرهم هناك وحدهم. وراح اجيب بعد ان شاء الله، اجيب اذا تحبون نجيب كوكتيل او تحبون نجيب الجاوا او مثل ما يسموه الجاوي عندنا. هذه راح اخلي لكم تصويت راح يطلع وانت تتصفح اليوتيوب. اذا ما شفته تقدر تدخل على القناة، تروح على خانة المنتدى راح تشوف هناك التصويت. انا مخلي لكم خيارات، اختار اي نوع تحب نجيبه، وان شاء الله بعد اسبوع راح اجيب اي نوع انتم تختاروه او الاكثر راح يصوتون عليه. وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك، اشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.